الكم الهندي او الكم المفرغ او الكم السمبوكسات او الصدر الهندي او المفرغ او السمبوكسات. ايه الفكرة بتاعتنا النهاردة؟ هنشوفها مع بعض في اقل من 10 دقايق، هنتعلم ازاي نعملها. اهلا بيكم في قناتي دودي فاشن. والنهاردة هنعمل فكرة الكم السمبوكسات او الكم المتفرغ او الكم الهندي، لانه الازياء الهندية كلها مشتهرة يعني بتشتهر بالسمبوكسات دي او الشرايط المفرغة او الشرايح المتفرغة في القماش. تمام. فكرتنا النهاردة هي فكرة الكم اللي قدامك ده، النهاردة هنعمله مع بعض خطوة خطوة. كل الفكرة هنبتدي نجيب القماش اللونين اللي احنا شغالين منه الدرس بتاعنا او العباية او الفستان بتاعنا. بمنتهى البساطة هنعمل ايه؟ هنبتدي نقطع شرايح بعرض الشريط اللي قدامك ده بعرض سنتي. انا عايزة سنتي في سنتي ونص سنتي في التانية، يعني هعمل 3 سنتي، كل شريط منه 3 سنتي. وابتدي اقص الشرطان دي 10 سنتي بالطول. بعد ما اتنيها اقص 10 سنتي. طبعا باخد اللونين ده، هنا انا ضمه اللونين مع بعض هيبقوا قد بعض، وبقصهم قد بعض شرايح 10 سنتي 10 سنتي 10 سنتي. بعد ما كنت تنيتهم سنتي وسنتي وسنتي جوه التانية بالطريقة دي. ابتدي اجيب شريط من الورق او جرايد او اي حاجة عندك ورق خفيف، وابتدي احط فيه السمبوكسات بتاعتنا او الشرايط بتاعتنا اللي احنا قصيناها كلها زي بعض. هبتدي اعمل علامات بالقلم عشان يبقى كله متساوي وكله قد بعضه. هعمل سنتي وراه، اسيب سنتي واعمل سنتي، اسيب سنتي واعمل سنتي واحط علامة هكذا عشان يديني المسافة دي. انا هنا سيبنا 2 سنتي، يعني كل شريطين سنتي سنتي، اسيب 2 واعمل سنتي سنتي بالقلم. شايفة العلامات اللي بالقلم دي عشان خاطر احط عليها الشرطان بتاعتي. كل شريط بحطه بورب علشان خاطر هيجي اللون التاني بالعكس بتاعه بالورب بتاعه عشان يديني شكل علامة الفي او السمبوكسة. انا كده خدت اللون المنقوش في الشريط، وابتدي اشيل ورقة الجورنال اللي انا عاملاها او الشريط ده، وابتدي اخد الشرايط اثبتها على المكنه من الناحيه التانية. ما تخافيش، ورقه الجورنال هتبقى متينه وهتتحمل معاكي، ما تخافيش. احنا كل شغلنا بنشتغل على ورق جرايد وبعد كده بنفرغ ده، مفيش اي مشكله. تمام. انا كده عملت اللون المنقوش اهو، شريطين و2 سم في النص، شريطين و2 سم في النص، وهكذا. اجيب بقى اللون الساده وابتدي اعمل ادككه، ابقى واحده فوق وواحده تحت، اللي بيها ايه؟ تديني منظر الحصيره او الضفيره او السمبوكسه حسب لغتك في بلدك ايه. يعني ممكن حضرتك تكتبي لي عندك في بلدك الشكل ده اسمه ايه. تمام. ابتدي اثبت مره تاني نفس الشرطان اللي احنا عملناها العكس اللون المعاكس، وابتدي اثبتها بنفس الطريقه، وابتدي اثبت الجنبين على المكنه. طبعا كل بدايه شريط بيبقى شريط لون تاني. تمام كده. وابتدي اخد الجنب ده على المكنه، وابتدي اعيد الجنب التاني اثبته برضو على المكنه علشان خاطر ايه؟ كل ده هيثبت معايا في القماش بتاع الكم او بتاع السفره اللي انا هعملها للموديل بتاعي بتاع النهارده. تمام. انا كده خيطت الجنبين. طب انا هسيبهم كده؟ لا طبعا مش هيسابوا كده، لازم اثبتهم في الجنب ده والجنب ده في القماش عشان خاطر لما اشيل الورق ما يبقاش في مشكله. باخد 7 سنتي او 5 سنتي حسب عرض الاسوره اللي انت عايزاها، وانا هنا واخده 7 سنتي. وابتدي اخد شريط وابتدي احطه على القماش. ابتدي احط عدله على قلبه، يعني انا بحط الشرطان معدوله من فوق وتحتها القماش بتاعي اللي انا هرده، يعني هتبقى قلبه على قلبه. تمام. وابتدي اخيط القماش في السمبوكسات بتاعتي او في الضفيره اللي انا عاملاها، وبعد كده ابتدي اردها. لما اجي اقلب الشريط اللي انا حطاه اللي هو عدله على قلبه، ببتدي ارد، فبيبقى العدله هي اللي من فوق. تمام. جربيها مره والتانيه هتلاقيها بقت سهله معاكي في التركيب. وابتدي اخد تانية سنتي جوه المرد ده، وابتدي اخد الاسوره الرفيعه دي او المرد ده عندي بطول القماش. فكده انا ثبت ناحيه، الناحيه التانية هجيبها في الكم او في الاسوره اللي انا عايزه اعملها او في السفره اللي انا عايزه اعملها في الصدر. وببتدي احط عدله على عدله. المره دي مش هحط عدله على قلبه، لا انا هحط عدله على عدله المره دي عشان انا ده هرده، فهيبقى الاتنين في وش بعض، الاتنين معدولين. تمام. هبتدي اخد خياطه بالمكنه
على القماش بالسمبوكسات بتاعتي بالضفاير اللي انا عاملاها، وابتدي اعدلها واردها على المكنه. طبعا لو عندك مكنه الاوفر بتعملي اوفر اول باول عشان يبقى كل تشطيبك على نظيف، ويبقى شغلك فعلا حلو ومحترم كده ونظيف. تمام. هبتدي ارد على المكنه الخياطه بتاعتي طبعا بعد ما اكون عملتها اوفر، وابتدي اخد الخياطه شيمه من بره بالمنظر ده. تمام. ابتدي بعد كده اشيل الورق اللي انا عاملاه في الظهريه، وابتدي اشيله حبه حبه. كل الجزء اللي انا مضفراه او مدككاه او عاملاه الضفيره دي او السمبوكسات دي هيبقى هو مكشوف، لان الجرايد خلاص شلناها. ده المنظر النهائي بتاع الكم بتاعنا، وفي منتهى الشياكه. يعني حاجه كده انت تعمليها بايدك وتبقى زي شغل المصانع وتشطيب المصانع بالظبط. انا ممكن اعمل صدر بلوزه من السمبوكسات دي، ممكن اعمل كم بالطريقه دي زي ما انت شايفه احنا عملنا الكم بتاعنا هنا بالطريقه دي. ممكن تعملي كذا فكره، ممكن تعملي صدر فستان لبنوته صغيره. افكار كتيره ممكن تطلع من فكره السمبوكسات دي. ممكن اجي على كل شريطين احط زرار، او احط مثلا خرزايه، احط كده. دي افكار كتيره من سلسله اتعلمي النهارده احنا بنتعلمها. اتمنى ان انت تتابعي معايا وامشي معايا خطوه خطوه. حاجات كتيره، تركات كتيره هنتعلمها في الخياطه، هتبقى سهله جدا. التعليم بيجي من المزاوله، من مره واثنين وثلاثه. ما تخافيش انك تغلطي، ما تخافيش ان انت تبوظي. جربي في قماش مش جديد، جربي في قماش قديم عندك، بلوزه قديمه، فستان قديم، اي حاجه تستغني عنها جربي فيها وخيطي حبه حبه. جربي الطريقه دي بتاعت السمبوكسات او الضفاير، فكرتها جميله جدا. ده الموديلات الهندي، اغلب الموديلات الهندي احنا بنشوفها فيها الشغل ده، وبنبقى مش عارفين طب نثبته ازاي، نعمله ايه. كل التثبيتات دي على ورق جرايد. هوريكي في فيديو تاني برضو احنا برضو هنشتغل على التل، ونشتغل بيه برضو بنفس الفكرة. هيبقى شكله شيك جدا، واشكال متنوعة وحاجات كتيرة متنوعة. سلسلة اتعلمي فيها مختلف الانواع والاشكال والموديلات والمكن وانواع الابر وانواع الدواسات. هنتعلم كل حاجة خطوة خطوة. سلسلة تتعلمي هدفها انك انت تتعلمي، بس المهم ابتدي وجربي معايا خطوة خطوة. طبعا انا عملت الفيديو بطيء شوية عشان انت تشوفي الخطوات خطوة خطوة وازاي بنعملها. اهم حاجة اشتركي في القناة وفعلي الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. سلسلة تتعلمي ان شاء الله هتنزل مجموعة كبيرة من الحاجات دي، هدفها تعليمي. واولا واخيرا القناة اساسها هو تعليم، واستفيدي معنا خطوة بخطوة. لايك وشير من فضلك عشان نرفع الفيديو لأكبر عدد ممكن والكل يستفيد. شكرا لحضراتكم، وأتمنى أكون بقدم حاجة مفيدة.